مرة تانية بكل مشاهدينا أصدقاء برنامج زينة. وصلنا معاكم لفقرة مطبخ زينة، والشيف اللي معانا النهاردة أمل الحشاش. أهلا بيكي أمل. أهلا يا إيمان، إزيك؟ كل سنة طيبة. وأنتِ طيبة، عاملة إيه؟ ربنا يخليكي، يبقى أنتِ اللي أجمل. لون كده كله تفاؤل. أيوه ربنا يخليكي. عموما النهاردة معانا وجبات سريعة زي ما احنا متعودين منها، وفيها سعرات حرارية متوازنة، وكمان طعمها مختلف. معانا النهارده فيليه بزبده الليمون. طبعا اول مره اسمع عن زبده الليمون، يعني دي جديده بالنسبه لي. معانا كمان سلطه هندي اسمها رايتا، في ناس عارفاها كتير وطالباها. ومعانا كمان سلطه فواكه بالكريم كراميل. نبدا على طول ان شاء الله، على طول ان شاء الله. هناخد الاول، هنعمل السمك. احنا الاول طبعا هنحط شويه زيت كده في الطاسه عشان نحمره شويه، وبعدين هنتبله بقى. هنتبله عادي كده بالفلفل والملح. نحط بقى ملح كده شويه عشان يبقى طعمه حلو. بس بعد كده بقى هنديله تعفيره شويه في الدقيق. سوري، ده كل ده على طول؟ واحنا واقفين كده اهو، ملح فلفل دقيق، ملح فلفل دقيق، بس كده لغايه كده. حاجه سهله قوي، حاجه سهله جدا. نحط على النار على طول. على النار على طول في زيت. زيت بسيط يعني، زيت سخن جدا طبعا. عشان ياخد الصدمه، عشان ياخد بقى الصدمه بتاعته كده ويدينا لون احمر كده. وبعدين كمان بس موضوع الصدمه الناس تفهمه شويه، ان هو بيحتفظ بالصدمه دي عشان الميه، القيمه الغذائيه بتاعته جواه. لو حطينا زيت بارد العصاره بتنزل فمالوش اي فايده. بالظبط. بعدين كمان يعني ياخد لون كده احمر شويه، يبقى حلو قوي. كويس. انت وعدتينا من اول يوم ان كل اكلاتك سريعه. يعني الحمد لله هنخلص بسرعه ان شاء الله. سهله جدا، اكله سهله وبسيطه. وبعدين احنا كمان يعني اليومين دول بقى عندنا الولاد في الامتحانات، فمحتاجين نعمل لهم سمك عشان الاوميجا 3 بقى وكده، والفوسفور بقى وننشط ذهنهم بقى شويه. انت عارفه الولاد بقى بيمتحنوا اليومين دول، فاحنا نقلل لهم من اللحوم ونكتر من الاسماك شويه. على فكره السمك اكله تتناسب مع ناس كتير قوي، الناس اللي مش عايزه تدخل بالظبط، لان السمك ما فيهوش دهون غالبا بالظبط، والناس اللي عايزه تبقى مركزه عشان في يعني عناصر غذائيه منها الفوسفور بيساعد على التركيز. ايوه. والناس اللي بتمتحن ممكن تاكل سمك كمان عشان ما يوخمش. والناس اللي عايزه تهدي اعصابها، السمك بيهدي الاعصاب. وايه كمان؟ وهو يعني هو السمك كمان اكله مفيده للي هم عندهم كوليسترول، عشان كمان ما فيهوش دسم، ما فيهوش دهون السمك. عندك حق. فهو طبعا حلو المرضى اللي هم الكوليسترول يعني. احنا هنسيبه بقى هو يستوي براحته كده ماشي، ونعمل اللي هي زبده الليمون. زبده الليمون دي سهله جدا بقى. احنا بنجيب زبده، بس طبعا احنا بقى الناس اللي عامله دايت تعمل الوجبه دي في اليوم الفري يعني. طيب ماشي اوكي. الزبده بقى بتاعتنا هنحطها في الطاسه، ونسيبها بقى تسيح شويه. طبعا احنا مش هنقول اسامي اي ماركات لاي حاجه حتى لو الاواني، بس عايزه اقول معلومه في الاواني المطليه اللي هي لا تلتصق بها الطعام اطلاقا، لو اتجرح الاناء ده بيبقى مضر جدا. يعني لو هو من غيره يبقى احسن بقى، اللي هو تستخدمي اناء اللي هو المطلي عشان ما يلزقش فيه الطعام. لو اتجرح بسكينه او معلقه ما تستخدموش، لانه بيكون مضر للصحه جدا. بالظبط. احنا نستخدم اللي هي الحاجات اللي هي الخشب في التقليب. يعني لو هنستخدمه الاناء ده يبقى معاه حاجات خاصه بيه للتقليب زي البلاستيك او الخشب. بنسيب بقى الزبده كده تسيح، وبعدين هنحط لها الثوم معاها، نشتغل كده معاها شويه، ونسيبها برضو مع نفسها كده، ونشوف طيب السمك. دلوقتي زبده مع ثوم. ونشوف السمك بتاعنا، نقلبه اهو. احنا هندخله الفرن برضو شويه ياخد وش عشان يستوي اكتر. يعني احنا كده ادينا له الصدمه دلوقتي كده،
بالدقيق، وبعدين ايه هندخله بقى الفرن شويه. ودي برضو نقعد بقى يعني نقلبها كده مع الثوم والزبده كده. امل، فرصه اسالك عن معلومه عشان احنا جبنا سيره الصدمه والعصاره والفايده اللي ممكن يبقى الاكل محتفظ بيها لو اتبعنا خطوات سليمه. اتفضل. في ناس بتطلع حاجات من الفريزر سواء فراخ او لحمه تحط الحاجه دي في الميه. لا ردي بقى يعني انصحيهم يعني. لا بصي اقول لحضرتك، لو اللي هي الست مستعجله جدا وعايزه تفك الحاجه بسرعه، اسرع حاجه هتحطها في ميه بملح. ميه بملح بالظبط 5 دقايق تفك الفرخ، او تفك مثلا الحاجه المجمده. بس لو هي لكن مش الصحيه. الصحي ان انت بتطلعيها قبليها بساعتين وتسيبيها حتى في الثلاجه، ما تطلعيهاش بره عشان ما يبقاش فيها بكتيريا، عشان ما تكونش بكتيريا. لكن هي لو يعني برضو في ستات موظفات بيرجعوا من الشغل عايزه تطلع الحاجه بسرعه بسرعه، طلعها من بالليل في الرف اللي فوق بالظبط. تطلعها من الثلاجه في الرف اللي فوق، في الرف اللي هو بتاع الثلاجه اللي هو تحت دوت، عشان تفك براحتها. انما لو عملتها صدمه الميه كل العصاره اللي فيها فايده هتنزل في الميه للاسف. يعني هيبقى الاكل عباره عن الياف من غير اي فوائد يعني. خلي بالنا في الموضوع ده. احنا كده عملنا الزبده اهيت وسيحنا معاها الثوم اهو، قصدي عملنا الثوم معاها وسيحنا. بعد كده بنضيف لها الليمون اهو، ونسيبها برضو الليمون بقى بيتقلب معاها شويه كده، وهما بيتقلوا بقى مع بعض. هنوطي النار، نوطي النار شويه. ده عباره عن صوص يعني. هو صوص بقى لسه هنضيف له كمان اللي هي كريمه برضو. جميل. وبعد كده بقى الريحه بدات تطلع طبعا، الثوم مع الزبده مع الليمون عملوا شغل جامد هنا في الاستوديو. هو حلو قوي على فكره، اللي هو الوجبه دي لذيذه جدا جدا وهتعجب الناس قوي. كويس. احنا بقى هنطلع اللي هو السمك كده بتاعنا اهو، هنحطه في البرام. هو بس سايبه شويه. هي سمكه صاحيه ولا ايه؟ سمكه صاحيه مش راضيه تنزل خالص. لا هو كمان اصل اللي هو الفيليه دوت بيبقى حساس جدا في الشغل بتاعه. كويس. طبعا البرام مش هندهنه عشان السمك عليه زيت خلاص هو يعني عليه زيت اساسا وهو مش مستاهل الدهن يعني. ممكن تستعيني مثلا بده. ايوه بس كده خلاص اهي. طلعنا السمك في البرام. بس كده خلاص. هنحطه بقى في البرام كده، وبعدين هنشيل بقى الطاسه ديت عشان عامله لنا ازمه بقى. كويس. هنا بقى عندنا اللي هي الزبده اهي، نجيبها بقى شويه كده. حاسه تقل شويه. بدات تتقل اهي. هنحط بقى معاها الكريمه. سيبها بقى تشتغل براحتها بقى، هي بقى مع نفسها كده، نسيبها بقى براحتها بقى، هي كده خلاص. احنا بقى ندخل ده شويه الفرن. ليه بقى يا امل؟ عشان بقى يستوي اكتر. انا عايزاه يستوي اكتر، يعني هو كده خد بس صدمه كده على البوتاجاز او في الطاسه، انا بقى عايزاه يستوي اكتر. دي بقى هسيبها تتقل كده لغايه لما يبقى في قوام. نسيبها بقى براحتها تتقل كده، ونعمل بقى اللي هي السلطه. جوعتيني يا امل. مش كده؟ السلطه بقى سهله جدا جدا ان شاء الله. باذن الله بقى السلطه دي نخلصها على طول. احنا لسه مع الصوص على النار والسمك في الفرن. بصي هو بقى بنسيبه بقى يتقل خالص كده براحته، يستوي بقى هو براحته كده. والخطوه الاخيره ايه بقى مع بعض؟ بعد كده بقى بنطلع السمك ونقوم جايين حاطين عليه الصوص ده وشبت وخلاص. والاتنين سخنين. بس خلاص هي بتبقى بس سهله جدا. كويس قوي. طب تاني صنف معانا النهارده سلطه هندي اللي اسمها رايتا. سلطه الرايتا دي هي عباره عن سلطه خضروات، يعني فلفل الوان اهو، خيار قطعها صغنن قوي. ما هو لازم هي تتقطع كده، هي السلطه لازم تبقى صغيره جدا اللي هي التقطيع بتاعها. طماطم طماطم، جزر، خيار. ايوه، وجزر مبشور
اهو. بس بعد كده بقى بنجيب زبادي اهو، وبعدين بنحط عليه شويه شطه للي عايز، للي حابب، مش حابب خلاص. بس هي طبعا بيتحط لها شطه، شويه كمون وشويه ملح. شكلها تبقى حلوه على فكره. هي كمون وسهلة. هي كمون وملح وشطه بس، ما فيش حاجه تاني. يعني خضار، طماطم، خيار، جزر، وزبادي عليه ملح وفلفل وبصل وكمون. بقى اللي عايز، اللي حابب بصل، واللي مش حابب ممكن يحط بداله توم، يعني فص توم مثلا. تمام. بس كده خلاص. نقلب كله على بعضه. نقلب بقى كله على بعضه. بنقلب بقى اللي هو الزبادي كده اهو، وبعد كده بنحطه عليها وبالهنا والشفا. خلاص. حلو الطبق ده جدا وسهل ومفيد جدا وطعمه لذيذ جدا جدا. انت عارفه امل ان في كل العناصر الغذائيه تقريبا، يعني بالظبط. الكالسيوم والبروتين في الزبادي. ايوه. وكل الفيتامينات في الخضار كله الوان، ده جزر اصفر بالظبط. واحمر، طماطم يعني وفلفل احنا وخيار. عندنا الولاد ما بيحبوش اللي هو الخضار والحاجات دي. فاحنا بقى ايه نحطه لهم في السلطه كده. ممكن نحط برضو ليمون برضو على اساس ان احنا ايه، يعني تبقى متكامله في كل حاجه بقى. في ناس بيهملوا السلطات، عايزين نغير الثقافه دي. يعني السلطه على فكره اهم من اي حاجه تاني في الاكل. ده السلطه دي مهمه جدا جدا. اولا هي كل الفيتامينات كلها في السلطه. صحيح. ايوه. وبعدين لازم ننوع شويه. احنا ثقافتنا بس السلطه الخضراء او السلطه اللي هي ايه، سلطه الزبادي بس العاديه. احنا عايزين نغير الثقافه دي شويه، يعني ندخل في او السلطه الطحينه كمان، سلطه الطحينه، ندخل برضو محتويات جديده، حاجات جديده، فتقوم ايه نغير شويه للولاد يعني. تعرفي امل النهارده قريت ان الطحينه فيها كالسيوم كتير عشان السمسم. يعني ده كانت معلومه بالنسبه لي جديده. أيوة. يعني ممكن الاطفال نحرص ان احنا نقدم لهم يا حلاوه طحينيه يا طحينه مع الاكل. بالظبط. ضامنين واخد نسبه كالسيوم مع الاكل شويه، طبعا ده عشان العظم يعني والسنان. بالظبط. اللي هي لازم الواحد يقدم لهم الحاجات اللي هي فيها فايده شويه. احنا كده خلصناها اهي. ممكن نحط حاجه خضراء برضه. حلوه قوي الشجره دي. شجره. وبالهنا والشفا. وخلاص خلصناها. طيب سهله جدا. هنعمل بقى سلطه الفواكه اللي معانا، الفواكه بالكريم كراميل. دي سهله برضه جدا. سلطه الفواكه بقى النهارده مختلفه شويه. احنا هنعملها بالبسكوت ده كده عشان برضه ايه ما ننساهوش. نفكر مشاهدينا باللي عملتيه. الزبده مع الثوم، زبده مع ثوم وكريمه بعد كده وليمون. نحط ليمون بقى، هي زبده الليمون، ونحط نص كوبايه ليمون. ولما يغلوا نبتدي نضيف لها بقى الكريمه. احنا بقى نرفعها من على النار كده لما يطلع السمك ان شاء الله. نعمل بقى اللي هي سلطه الفواكه. احنا بنجيب بسكوت اهو، اي نوع بسكوت اللي هم الولاد بيحبوه. ماشي. اللي هو بسكوت ساده يعني. بسكوت ساده. هنكسر البسكوت كده اهي. احنا يعني جددنا في سلطه الفواكه شويه ان احنا ضفنا لها البسكوت، وهنضيف لها ايه صوص كمان مع البسكوت كده. خلاص احنا كده عملنا الطبقه الاولانيه اهي. ممكن بقى نجيب مثلا ايه صوص شوكولا كده مثلا نحطه عليها، او كريم كراميل. صوص كريم كراميل كمان. يعني ممكن مثلا نحط شوكولاته كده اللي هما بيحبوها الولاد مثلا. اي شوكولاته عندنا سايحه كده ونحطها. اللي عنده اي صوص تاني يحط، مثلا لو كريم كراميل او ممكن كريم كراميل، ممكن فراوله، ممكن اي حاجه اللي متواجد في البيت. عشان انا عندي فراوله. انت عندك فراوله. انت اعملي الفراوله دي بتبقى لذيذه جدا على فكره. هنحط بقى الفواكه اللي احنا عايزينها. يعني مثلا ايه، عايزين موز، اوكي هنحط الموز اهو. ماشي. هنحط مثلا اللي هو معاه اللي هو ده الكيوي دوت. اوكي ماشي. هنقوم جايين مثلا حاطين ايه. على فكره الكيوي غني بفيتامين سي. جدا. وموصوف للي عنده كوليسترول كمان ياكله كتير، بيقلل الكوليسترول. بالظبط. هنحط بقى شوفي انا باجيلك مذاكره ازاي. والله وانا بذاكر والله.
وانا بذاكر والله. ودي بقى ايه؟ دي كريمه لباني عاملينها بالكريم كراميل. كريم كراميل دوت اللي هو الاكياس ديت بنجيبها من اي سوبر ماركت ونضربها مع الكريمه اللي هي كريمه الخفق. كريمه الخفق مش الكريم شانتيه، لا كريمه الخفق. مش كريمه مش الكريم شانتيه، دي كريمه الخفق. دي بنجيبها ونضربها بالمضرب اللي هو الكهرباء. ونقوم جايين بقى حاطينها اهي طبقه كده، حاجه برضو ايه يعني جديده شويه، بنجدد شويه من الشكل بتاع. حطينا فوقيها شويه كريم كراميل. وحطينا معاها كريم الكراميل واحنا بنخفقها. ماشي. هنقوم جايين حاطين تاني طبقه البسكوت تاني. هنكرر الموضوع. احنا ممكن بقى ايه اللي عايز يعمله في الكاسات، بحيث ان هي مثلا ايه جاي ضيوف وعايزين مثلا نقدم لهم الطبق ده، ممكن نعمله في كاسات صغيره كده ونقوم جايين ايه حاطينه. او مثلا لو احنا عايزين نعمله في طبق كبير وناخد بقى منه، يبقى برضو ظريف جدا. هناخد بقى هنا مثلا ده اناناس مع تفاح. اوكي، يبقى احنا حطينا الطبقه اللي هي موز مع كيوي. الطبقه الثانيه مثلا تفاح مع اناناس. احنا بنشكل لهم يعني اي انواع فاكهه، اي انواع فاكهه موجوده في السوق، اي انواع فاكهه بالظبط كده. هنحط برضو الطبقه اللي هي بتاعه الكريمه. كده خلصنا تقريبا. خلاص بنحطها في الثلاجه بعد ما طيب عشان خلاص احنا تقريبا الوقت خلص. نشوف اللي في الفرن اخباره ايه. اوكي ماشي. حلو قوي الطبق، تسلم ايديكي. ربنا يخليكي، ميرسي. احنا بقى نحط بس شويه الفواكه اللي باقيين. دي اخر حاجه، رمان بقى كده. جميل قوي قوي قوي. بس كده مية مية. بنحطه في التلاجة بقى لمدة ساعة. نشوف بقى الطبق التاني، اخر طبق. شوف اخبار السمك ايه ان شاء الله. اعتقد كده خلاص. اوكي. سخنة قوي. سخنة عليكي؟ لا خلاص هجيب. طب خلي بالك عشان فرن مطبخ زينة. فرن لا سخنة قوي، جامد قوي. فعلا حامي قوي. طيب بس كده خلاص. احنا نحط لها بس الصوص بتاع السمك، صوص الليمون بالزبدة. بس دي اخر خطوة. دي اخر خطوة. وبالهنا والشفا. خلاص كده بالهنا. اللون الاخضر ده؟ اللون الاخضر ده اللي هو الثوم مع الليمون بيعمل اللون ده. بيدي اللون ده. وده شبت على الوش؟ شبت كده على الوش. جميل جدا. طبق سريع وسهل زي ما احنا شفنا، زي ما وعدتنا امل يحيى في كل فقراتنا في زينة مطبخنا. اكلاته حلوه، واللي لسه بتحاول اول مره تخش مطبخ هتعرف تعمل اكلات طعمها لذيذ هتعجب كل الاسره. بحييكم وبحيي امل الحشاش. جدا. شكرا انا لك يا امل. ربنا يخليك. طيب بكره وبعده كل يوم في فريق عمل جديد وزينة وباقه فقرات بتهم الاسره المصريه في كل مكان. الى اللقاء.